ما نصلي ونسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله من مطبخ أبو ساجد على النبي تلك زوج وصفات. الوصفة الأولى هي الجاري على النبي، وما تقوليش كيفاه تقول على النبي، أنا قلت على النبي لأنه على طريقتي وعلى سكان عنابة. الجاري هذا يعملوه كامل الشرق. وجبت لكم وصفة أخرى تاع كسرة رخساس اللي تجي بسم الله ما شاء الله، تجي فيها شوية خميرة وتجي طرية وتبقى لأيام طرية، وجاري حار. الله الله يا بابا يا بابا، واش نقول لكم، زوج وصفات روعة. أحبائي كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيف التحضير، نروحوا نشوفوا معنا كيف التحضير والمقادير، نروحوا نشوفوا. يلا نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا. هنا في برمة جاري عندي هنا كمية لحم، قصيته قطع صغار هكذا، حطيت قطرات الزيت، حوالي 3 ملاعق زيت، وضفت له ملعقة نصف ملعقة كبيرة تاع زبدة. هو الأحسن يكون السمن يكون أحسن، أنا ما عنديش، عملت الزبدة قليتها هنا مليح. شوفوا أول حاجة نقليو ونقليو، نقليو ونقليو اللحم مليح، نخليوه حتى يدخل فيه القلي مليح هكذا كما شفتوا. بعد ذلك راح نضيفوا البصل، أنا عندي بصلة شوية كبيرة ربيتها، راح نحطها هنا. هنا كل مرة نطل على هاك اللحم هذاك لقيتو دخل فيه الطياب وتقلى مليح، راح نجيب البصلة تاعي اللي كنت ربيتها أو رحيتها ونحطها معاهم هنا هكذا. شوفوا هنا الجاري في العنابة ما نحطوش الثوم، فهمتوا؟ حنا ما نحطوش الثوم، الشوربة هذه ما تحطش فيها الثوم. كاين في الغرب وفي الوسط يحطوا الثوم، كل واحد وعنده ذوقه. هنا جبت كمية كرافس قطعتها قطع صغار هكذا بالسكين وحطيتها. من بعد راح نجيب الحشيش أو الدبشة أو القزبر ونضيفه. هذه هي الدبشة تاعي أو الحشيش، حنا في عنابة نقولوا الدبشة، كان يقولوا القزبر أو كزبر، وكان يقولوا حشيش. حطيتهم مع بعض يتقلاو مليح 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 هنا هكذا. راح نضيف لها هنا بعد ذلك كمية تاع حمص، وهي اختياري، حنا الجاري العنابي نحطو فيه الحمص. حطيت ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، وكاين يحط طماطم طازجة، يعني الطماطم هذيك اللي حب نرحيوها نحطوها، أنا ما كانش عندي، حطيت طماطم مصبرة ملعقة كبيرة، ونبقى نحرك مليح. حطيت كمية ملح وفلفل أسود فقط، ما نحطو توابل نحطو والو، فلفل أسود والملح فقط. ونخليو البرمة تتقلى تتقلى حوالي نصف ساعة. شوفوا راح يجي ذوقها بنين بنين ما شاء الله. أنا زدت قطرة تاع ماء باش ما تحرقش معايا قاع البرمة هكذا، ونبقى كل مرة نحرك نغطي البرمة تاعي ومن بعد نرجع لها. شوفوا هنا راهي تقلات مليح مليح مليح، بسم الله ما شاء الله. هنا راح نضيف لها الماء، حنمرقها فيها إطرتين تاع ماء، الكمية كاملة إطرتين تاع ماء، ونغطيها ونخليها تغلي مليح وتطيب حوالي ساعة أخرى، ساعة أخرى باش هذاك اللحم يدخل فيه الطياب. جبت هنا 2 فناجل ونص تاع فريك، نغسلو بالماء ساخن هكذا، قلت 2 فناجل ونص تاع فريك. ومن بعد راح نديه للعين او للماء، نحل الحنفيه تاعي ونغسلو مليح ونصفيه ونجيبو نحطو هنا. هنا بعد ما مرت نصف ساعه اخرى جبت الفريك تاعي هذاك وحطيته ونخليه يطيب حوالي ساعه ونصف، يعني باللحم هذاك والفريك ساعه ونصف. اخذت معايا الطياب كامل 2 سوايع ونصف، لانه اللحم شويه كان شويه كان يابس شويه، ولكن بعد طاب ما شاء الله ما شاء الله. نغطي على البرمه تاعي ونخليها تطيب في غربها. هنا بعد ما طاب الفريك تاعي وطاب اللحم تاعي، جبت هنا فلفل حار، حطيت 3 قرون فلفل حار، نغرق عليه حوالي 5 دقائق وخلاص. البرمه الجاري تاعي راهي جاهزه يعني واجده. شوفوا كيفاه تغلى هنا، هنا راهو طاب كلش. راح نحرك مليح ونطفي عليه. شوفوا كيفاه عاقد، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. هذاك الفلفل الحار ينزل واحد الذوق واحد الريحة، يا بابا يا بابا يا بابا، واش نقولك والله العظيم. جاري على راسي أو شوربة على راسية. جبت لنا شوية دبشة حطيتها من الفوق هكذا، جبت النعناع يابس ومرحي، النعناع يابس ومرحي، حطه في الصفاية ونصفيه. هنا في عنابة نحطو النعناع يابس في آخر برمة كنطفيو عليها، ونحطو النعناع تاعنا كمية صغيرة هكذا كما شفتوا، ونغلقوا عليها ونخليوها. من بعد نحطوها في الطبق هذاك، باش نقول لكم والله واحد الريحة تاع النعناع وهذاك الدبشة هذيك والفلفل الحار. يا خوتي يا خوتي يا بابا يا بابا، شو نقول لك، جاري وعليه الكلام، جاري على راسي صح.
شوربه على راسي صح. من بعد هنا نروحوا الكسره تاعنا. جبت هنا حطيت السميد تاعي، انا هنا عملت 3 خبزات تاع كسره. كسره هنا رخصاص تجي ما شاء الله، ولكن فيها شويه خميره وفيها كربونات. حطينا الملح تاعي حسب يعني الكيله تاعك الملح دائما. وجبت هنا الخميره مغرف صغيره ما با، حطيت كل كيله فيها كميه تاع خميره. وجبت بيكربونات هنا كيف كيف كميه صغيره. كانت بكري زمان امي كان ديما تخدم كتب بالبيكربونات وتجي روعه روعه روعه، تبقى طريه لايام الله يبارك، تجي روعه. صدقوني جربوا، انا عندي وصفه كسره بالبيكربونات. صدقوني والله تجي ما شاء الله. هنا نخلط كلش مع بعضاه النواشف. ومن بعد جبت نصف كاس تاع زيت، زيت نباتي. ولما لا اللي عنده زيت زيتونه يعني تجي احسن واحسن. ونبدا نبسس في الميت تاعي، تجي روعه روعه روعه. نبسه تجي وطريه. وهنا حطيت ملعقه كبيره تاع سكر. ما صورتش صدقوني يعني اللقطه راحت لي. انا كنت حطيت السكر مع النواشف هذوكم، ولكن يعني كي جيت نشوف لقيت روحي ما صورتش. هنا السكر احنا ما نحطوش عندنا السكر في الكسره، ولكن انا حطيت ملعقه تاع سكر باش تجيني شويه حمراء كسره فقط يعني. هذا لتذكير باش ما تجيش تعليقات يقول لك احنا ما نحطوش السكر. صح. حطيت الماء هنا الكاس الاول، وراح نجيب الكاس الثاني ونبدا نرش ونلم في عجينتي. شوفوا السميد كاين يشرب كاين ما يشربش. انا هنا درت معايا 2 كيسان تاع ماء، 2 كيسان تاع ماء. ونبقى نلم العجينه تاعي هكذا. نتحصلوا على عجينه تكون شبه طريه، ما تكونش يعني يابسه، وتكون شبه طريه وما تكونش جاريه كذلك. نلمها هنا ونعجنها يعني واحد دقيقه فقط او دقيقتين فقط. ومن بعد راح نحطها ترتاح. شوفوا هنا عجنتها حوالي دقيقتين، ما بقى دقيقتين. نحطها على جانب، نجيب في كيس بلاستيكي ونغلفها بها هكذا. ونجيب طرشون ونغطيها، نخليها حوالي ساعة من الزمن ترتاح مليح. عقد ما ترتاح عقد يعني ما تجي ما شاء الله. من بعد ما مرت ساعة نحي الطرشون هذاك، نحي الكيس بلاستيكي هذاك، ونبدأ ندلك العجينة تاعي. هنا الدلك هذاك حوالي 3 دقائق 4 دقائق، يعني مش ندلكها مليح، ولكن 3 4 دقائق. مجمل يعني دقائق حوالي 6 دقائق فقط أو 5 دقائق. وأنا ندلك فيها يعني من الأول للآخر هكذا. ما تعملوهاش جاريه بزاف باش تقدروا تهزوها كسرة تاعكم. العجينه تاعكم كي تجي جاريه وتقرصوها راح تجيكم يعني عوجه تاع من يمين شمال وما تقدروش تهزوها. انا كيما قلت لكم هنا جبت كوبات وقسمتها على 3 خبزات، يعني هنعمل 3 قرصات هكذا. شوفوا هنا كي تقرصوهم، جيبوا كيس بلاستيكي تاع المجمد هذاك، حطوا فيه كل قرصه حطوها في كيس. من بعد تطلق روحها وتتحل وتحل معاكم صدقوني روعة، تجي ما شاء الله ما شاء الله. والخبزة هذه القرصة هذه راح نقرصها. نجيب الحلال في يدي هذاك أو القراص، ونبدأ نحل فيها، نقرص فيها بيدي بالحلال حتى نكملها كامل. أنا دايما يعني الكسرة تاعي تجي دائرية ما شاء الله ما شاء الله. كاين يعني بعض الأخوات يقولوا لي يا أبو ساجد أنت كراجل وكسرة تاعك تجي دائرية، وحنا نساء والله نقرص نقرص وجينا عوجة. يعني هي قضية خبرة فقط يعني. تقدروا يعني تقرصوها وتجيكم دائرية ما شاء الله. نرفع الكسرة تاعي هنا شوف كيفاه، ومن بعد نرفعها في يد الأخرى ونديها للطاجين مباشرة. الطاجين كان يسخن ها هنا. ونجيب العود الثقاب هذاك ونطقبها بالطريقة هذه لأنه فيها الخميرة. أنا تعمدت نحط كمية خميرة كمية قلك شفتوا يعني مبا ربع ملعقة صغيرة هكذا. ونبقى ندور فيها ندور فيها باش تحمر لي كامل على كل جوانب. ونجي هنا ونقلبها ونبقى ندور كذلك باش لأن الأماكن كل راح تطيب وتطيب باحمرار لأنه فيها ديك السكر حتجيني حمرا شوية. شوفوا هنا بدات تطيب ويدخل فيها الطياب، تجي روعة روعة روعة. نجيب السباتيل هذه ونضغط ضغطة ملاح باش هذاك التري أو الوشم هذاك أو كيما نقولوا حنا الرشم هذاك كامل يخرج في الكسرة تاعي تاع الطاجين. نعاود نقلبها الجهة الأخرى. شوفوا هنا بدات تطيب ما شاء الله ما شاء الله. هنا كملتها، نكمل الكسرة كامل تاعي. ونروحوا هنا للجاري تاعنا نجيبوا الصحن تاع عراسي
يا بابا يا بابا يا بابا، ونحطوا ذاك الشربة والجاري هذا اللي يجي روعة روعة روعة، صدقوني. جاري على النبي. وش هنقول لكم هنا فقط لي ملاحظة. كاين انا نقول جاري على النبي، يعني على الطريقة على النبي تاعنا. والجاري هذا على بالي بيه ديروه الناس الطارف، ناس قسنطينة، ناس قالمة، ناس سقراس، ام البواقي، خنشلة. يعني بعض المناطق الشرقية كل يقولوا جاري. ما نجيوش هنا في التعليقات ونتعاركوا نقولوا جاري خطي تاعكم. انا عملت قبل الوصفة تاع الجاري في تيك توك، ولقيت يعني صدقوني تعليقات مشرفة كجزائريين يعني. سبحان الله، نحطوا وصفة ونتعاركوا مع بعضنا نقولوا تيانا وقلت تيانا قلت تيانا، لا. احنا كامل تحت بعضنا، وعندنا عادات وتقاليد كل كي بعضنا. يلا، هذا هو الشربة تاعنا او الجاري تاعنا مع الكسرة اللي جات روعة روعة حمراء، بسم الله ما شاء الله. وجاري هذا شوفوا كيف جاء عاقد باللحم والحمص هذاك. والله العظيم، والله واحد الرائحة خارجة منه. يعني الناس اللي ما يعرفوش يطيبوا الجاري هذا وشافوا الوصفة تاعي، ننصحكم جربوا. جربوا فقط الوصفة تاعي هذه، وتشوفوا هذاك الذوق وذيك الريحة. احنا في العراسنا هكذا، في العراس تاعنا نعملوا الجاري هذا ويجي روعة روعة بدبشة وكرافس. ما نعملوش الخضر، يعني كاين بعض الولايات يعملوا الخضر، وهذه كل واحد وعادة التقاليد تاعو. وهذه كسرة تاعي كيف كيف راهي واجدة معايا حاضرة. حنقسمها كل خبزة على اثنين. صدقوني كسرة ما شاء الله، تبقى طرية لأيام. جات روعة روعة روعة. هاي كسرتي، نحفزكم إن شاء الله تخدموها. وجاي رمضان بإذن الله. لما لا، احنا في رمضان عندنا 30 يوم جاري و30 يوم بوراك. والكسرة لازم لازم مع الجاري. إذا طيبنا الجاري لازم تكون الكسرة واجدة. الجاري يعني هو الشربة، وحنا نقولوا له الجاري. وتختلف أسماء، وتختلف يعني تقاليد والعادات، كل واحد وش عنده في ولايته. نكلها نضحكوا على بعضنا، نقولوا تستقلون الوصفة، نقولوا يديونا الوصفة. يعني واحد ميدي وصفة واحد. انا خالق يعني في 65، والحمد لله رب العالمين من نط حالة عيني نلقى الجاري هذا موجود. شوفوا ديك الكسرة، شوفوا. الله 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 يا بابا، وش نقول لكم. بهذه زوج وصفات نقول لكم بارك الله فيكم يا يسقى. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يبارك لكم ويحفظ لكم ولادكم ان شاء الله. وربي يبلغنا رمضان ان شاء الله. ومزيد من الطاعات وذكر الله عز وجل والصدقات وحب اليتيم وحب المسكين ان شاء الله. ومبروك على خوتنا في غزة النصر المجيد. ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يرحم موتاهم، وربي يعوضهم ان شاء الله، وربي يعمر عليهم، وربي يبارك لهم. سلام لحالكم جميعا. ما تنسونيش بالاعجاب. سلام عليكم.